وسهلا بيكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. وصفة النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة اقتصادية طعمها هيطلع حلو جدا. كمان انا في الفترة الاخيرة دي وعدتكم ان هعمل لكم فيديوهات كتيرة اكل اقتصادي. مش هيكلفنا كتير وهيكون بالنسبة لنا موفر شوية. يعني ممكن ما نحطش فيه لحوم. الوصفة اللي هعملها لكم النهاردة دي لو انت عايزة تعززيها شوية في الطعم او امكانياتك تسمح تحط لها اي نوع لحوم، اوكي. ما تسمحش وعايزة اكل اقتصادي، يبقى الوصفة دي هتمشي جدا معاكي. هنا معايا ربع كيلو من العدس البني او عدس بجبة زي ما احنا بنقول. هو ده ربع كيلو بس انا سلقته فتحس ان هو بقى متوحش شوية. وهنا معايا بصلاية كبيرة، ومعايا جزء هنا من البقدونس. يعني كام معلقة كده، كله ده طبعا في الكبة هيتضرب. ومعايا هنا 3 معالق من معالق الاكل بتاعتنا بقسماط، وكمان معلقة واحدة بس دقيق. خلاص كده، ومعايا قطعة من الزبدة. معايا بقى مكون هو اللي هيخلي طعمها حلو جدا وهيعزز طعمها قوي قوي. معايا حتة او قطعة من اللية. بصي، طبعا في ناس كتير ممكن ما تبقاش بتحب طعمها، تقدري برضو تشيليها من الوصفة لو انت مش حابة. لكن الحقيقة انت لو هتحطيها لا هتديله طعم حلو جدا جدا، وكمان هتديله ريحة مميزة. خلاص يا جماعة، زي ما قلت لكم كل ده على الكبة. العدس مسلوق خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حتى لسه سخن اهو في البخار بتاعه. طبعا صفيه كويس جدا من المية. بعد ما تسلقيه خليه في المصفى كده 10 دقايق ولا حاجة، ينزل كل المية الزيادة اللي موجودة فيه. بصوا بقى، نحط كل المقادير. نحط قطعة الزبدة، وكمان هحط البصلة، وهحط البقسماط مع الدقيق. زي ما قلت لك 3 معالق بقسماط ومعلقة واحدة بس من الدقيق علشان تربط معانا كل المكونات دي. كل ده هيتطحن دلوقتي في الكبة اهو. يعني قولي نص ربطة من البقدونس. نشيل الكلام ده كده. وهنبدأ بقى نتبل. قول بسم الله الرحمن الرحيم، واحط الملح. بس مش اكتر. كمان يا بنات هحط ربع معلقة من الفلفل الاسمر، وربع معلقة من بهارات اللحمة. بس مش اكتر من كده. الكلام ده كله هيتاخد طبعا هيتضرب بقى في الكبة. كله ده هيتطحن خالص كده دلوقتي، وان شاء الله لما اضربه في الكبة يا جماعة نرجع ونكمل الوصفة مع بعض. خلاص كده يا بنات اهو. طبعا العدس بتاعنا، او هنقول بقى الكفتة الكدابة زي ما احنا هنسميه. هنسميها الكفتة الكدابة، ريحتها حلوة جدا جدا. بصي معايا بقت بالشكل ده. ما تحطلهاش طبعا ميه وانت بتضربيها، لا خالص، احنا عايزينها تبقى معانا سميكه كده وتقيله شويه. نبدا بقى نقطعها كانك بتقطعي كفته عادي جدا. عايزه تعمليها صوابع مفيش مشكله، عايزه تعمليها قراص هتبقى برده جميله. اهو بالشكل ده كده. نبدا نصبعها كده اهي الاحجام اللي انت عايزاها طبعا. اهي بالشكل ده. بصي الحجم ده مناسب جدا. ما تنسيش نقطه الميه بس علشان ما تلزقش معاكي وتغلبك كده وانت بتقطعيها. وكمان 3 طرق ممكن تسويها بيها. ممكن تشويها في الفرن، ممكن كمان تحمريها في الزيت، وممكن كمان على الجريل من فوق البوتاجاز كده في الجريل. تبقى حلوة جدا، اتعاملي معاها كأنك بتعملي كفتة بالظبط. يعني بس شكلها حلو جدا جدا. المية اهم حاجة، مسحة مية او مسحة زيت. خلاص يا جماعة هعمل دي بس، والله نشوفها بعد ما اقطعها كلها. الكفتة بتاعتنا هي يا جماعة بعد ما شكلتها معايا بالشكل ده
بصي الربع كيلو عمل كميه جميله جدا وكتير. زي ما قلت لك قدامك 3 طرق للتسويه بتاعتها، يا في الفرن يا على الجريل، يا اما كمان هتحمريها في الزيت. بص انا هعملها الحقيقه، احطها في صاج كده وعلى الفرن على طول بقى، ولا تحمير في الزيت ولا اي حاجه خالص. بصي ماسكه نفسها خالص واتشكلت معايا بمنتهى السهوله. نبدا نرصها كده في الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن امسكه في ايدي كده بدل ايه ما اعذب نفسي. هتبقى معاكي حلوه جدا جدا على فكره، وطعمها على فكره بنوتي صغيره بتقول لي يا ماما هي ريحتها نفس ريحه الكفته. ايوه هي فعلا ريحتها زي ريحه الكفته بالظبط، لان كل مكونات الكفته يعتبر هي ايه احنا إيه مستخدمينها فيها يعني. وكمان حته اللي هي اللي انا حطيتها دي فارقه كتير قوي. لو ما بتحبيهاش او ولادك ما بيحبوهاش ما تحطيهاش. وبصي التقطيعه قد بعض بالظبط زي الكفته الجاهزه بالظبط. هي كفته كفته، ملهاش اي مسمى تاني، هي كفته وشكل الكفته وريحه الكفته. حطيها كده في الصاج وريحي نفسك، بدل ما تحمريها في الزيت بقى تقعد تشرب زيت وكده، لا في الصاج احسن بكتير. وكمان اول ما هتستوي او هتحمر معانا كده الجزء اللي من تحت هنبدأ نقلبها. وقبل ما هتخرجيها من الفرن هتفتحي لها او هتولعي لها حتة فحمية صغيرة كده، اتعاملي معاها زي الكفتة بالظبط زي ما انا بقولك. الفحمية طبعا هتديها ريحة حلوة جدا، ريحة الكفتة بتاعتها بقى ايه هنقول الحقيقية بقى مش المزيفة، تبقى ريحتها حلوة جدا. بس كفاية دول، ايه الصوت مش شايل مش مشكلة. خلاص كده يا جماعة، بصي زي ما انت شايفة كفتة كفتة ما تفرقيهاش. بصي شكلها حلو جدا وريحتها روعة. هدخلها الفرن زي ما قلت لكم، اول ما تبدأ من تحت تاخد لون هقلبها، وان شاء الله بإذن الله هنشوفها خالص في الاخر خالص لما تجهز. الكفتة بتاعتنا اهي يا جماعة بعد ما جهزت، بصي شكلها حلو جدا جدا وريحتها خطيرة بصراحة. بس عايزة اقول لكم حاجة للأمانة، يعني وانا بقلبها في الفرن يعني غلبتني شويه، بس زي ما انتم شايفين طلعت كده بالشكل ده وحلوه جدا. بصي ماسكه نفسها، اما تيجي تقلبيها ايه واحده واحده عليها بس علشان ما تتكسرش معاكي وتقولي الوصفه باظت، لا هي يعني قلبيها بالراحه كده زي ما قلت لك علشان بس ما تتكسرش. وبقى ايه هنا معايا طبق حطيت فيه طماطم بالشكل ده علشان هنجرنش بقى الكلام ده كله، هنعيش الدور بقى ان هي خلاص كفته. عايزين نعملها او نقدمها بشكل كويس. خلاص هننقي طبعا الاشكالها حلوه قوي كده. بصي هي ماسكه نفسها على فكره ما اتكسرتش كتير، بس زي ما قلت لك بالراحه عليها علشان بس ما تتكسرش معاكي. اعملي لها بقى سلطه حياتي كده، لا بالراحه عشان دي اتكسرت معايا. ايوه هنرصها بقى بشكل ورده كده شكلها حلو جدا. ايوه على فكره سلطه الحياتي برضو بعملها حلوه جدا، ان شاء الله باذن الله ابقى اعملها كده في فيديو ونصورها، بتبقى جميله بصراحه. عايزين بقى نعمل الطبق شكله مغري كده، عشان طبعا اللي هيشوفها مش هيصدق خالص خالص ان هي مش كفتة. عايزه اقول لك كل اللي شافها هنا دلوقتي بيقول لي دي كفتة، هي مش كفتة خالص بس هي عاملة نفسها كفتة يعني. ايوه كمان واحدة هنا وخلاص، لا كمان واحدة هنا. واحدة هنا كده عشان تبقى شكلها حلو. ايوه بصي شكل الطبق حلو قوي. عايزه بقى تحط لها رشه من البقدونس اوكي، مش عايزه خلاص. احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نحط شريحة هنا من الطماطم في النص كده. بصي اديتنا شكل حلو جدا شبه الوردة.
وكمان لو اي حاجه خضره معاكي هتكسر اللون برضو. هنا معايا فلفل سبايسي، هنحط كده واحده ولا حاجه. وكمان ممكن نحط كده. بصي خلى الطبق شكله حلو جدا. هو كده ظاهر في الكاميرا. ايوه، اعمليها ان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا جدا، وكمان هتعتمديها عندك ان شاء الله باذن الله. بس اهم حاجه وانتي بتقلبيها يعني ما تتعصبيش عليها شويه بس علشان ما تتكسرش معاكي، وفي الاخر هتديك الشكل الجميل ده والريحه الخطيره اللي انا شماها دي. خلاص كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.